بعد كده ندخل على السي اس اس. يقول لك هنا اتعلم الاساسيات بتاعت سي اس اس. يعني السي اس اس ده بيتحفظ فين، بيتكتب فين، ايه هي الاكواد بتاعته، ايه هي الحاجات المهمه جدا. ودي اساسيات لازم نمشي عليها في سي اس اس عشان نتعلمها. بعد كده تقدر تتعلم اللاي اوت، ازاي تقدر تعمل لاي اوت في السي اس اس. نيجي بعد كده على الريسبونسيف ديزاين عشان نعرف الريسبونسيف ده بيتعمل ازاي، او ان الموقع بتاعي يكون متجاوب مع جميع الشاشات، سواء على موبايل، تابلت، ديسكتوب، بي سي، على جميع انواع الشاشات. تقدر تشوف انت ممكن تعمل ايه. تمام. نيجي بعد كده ندخل على الجافا سكريبت. تمام. لازم اول حاجه تتعلم اساسيات جافا سكريبت، لانها كأنك بتتعلم اساسيات لغه برمجه. هي كده كده لغه برمجه يعتبر، فما بقتش زي زمان، هي اتحدثت وبقت حاجة تحفة. فانت تقدر تعتمد عليها ان انت تقدر تذاكرها في الاول عادي، مفيش اي مشكلة، بس هتحس بصعوبة شوية. بعد كده تقدر تتعلم الدوم بيشتغل ازاي، اللي هو الدوكيمنت اوبجكت موديل ده. تقدر تعرف ازاي البراوزر زي ما قلنا بيشتغل، ودي ترجعنا للحتة بتاعت البراوزرز اند هاو زي ورك. ماشي. وبعد كده نفهم يعني ايه الموديل والدوم والحاجات دي، عشان نقدر نستخدم الجافا سكريبت ونتعامل بيها، عشان دي حاجات تقدر تستخدمها في الصفحة وتخلي موقعك متفاعل جدا جدا جدا. بعد كده نتعلم نعمل الفيتش اي بي اي. تقدر تعمل فيتش للداتا بتاعتك من خلال ده، من خلال الفانكشن بتاعت الفيتش او الداله بتاعت الفيتش اللي موجوده. دي حاجه جاهزه تقدر تعمل بيها فيتش جوه الجافا سكريبت، انك تجيب بيها البيانات بتاعتك وتعرضها في الموقع، او من خلال الاشكال زي ما هو